بدون افتكاسات واضافات هتعملي بانيه مشوي على النار فوق عادي خالص، هتعمليه في الطاسة او في الجريلا زي ما تحبي، وبتتبيلة سهلة وبسيطة جدا تناسب الجميع وفي متناول الجميع، لأي حد مبتدئ هيعملها بكل سهولة، والطعم في منتهى الجمال ومنتهى الروعة. تابعي معايا الفيديو للآخر إن شاء الله هيفيدك كتير. وقبل ما أبدأ الفيديو، أنا أسماء طاهر، لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك، ضروري تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم أي فيديو جديد أنا بنزله إن شاء الله. ويلا نبدأ في وصفتنا البسيطة جدا إن شاء الله. أول حاجة معايا طماطماية صغيرة، بصلاية صغيرة، وحوالي ربع فلفلاية صفرة وربع فلفلاية حمرا متقطعين، وفصين من الثوم. كل دول كده على بعض هنزلهم على طول على الكبة بتاعتي، وهضربهم بالشكل ده لحد ما ينعموا عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعدين هنزل الخليط بتاعي ده كله وهبتدي ان انا احط له التوابل بتاعتنا. ما نزودش في التوابل قوي علشان ما نغيرش قوي من طعم الحاجه اللي احنا بناكلها. ربع معلقه صغيره من الكاري والقرفه والزنجبيل وروزماري، ونص معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود، ومكعب مرقه مش هنحطه كله، هنسيب منه شويه صغيره، ورشه بسيطه من جوز الطيب. وبس كده، يعني احنا عززنا الطعم بس ما غيرناش تماما في طعمه. هنقلبهم كويس بالشكل ده، وبعدين هبتدي انزل بصدور الدجاج بتاعتي او البانيه بتاعي متقطع بالشكل ده، وهو كان نص كيلو من البانيه. هنقلبهم كويس قوي لحد ما كل قطعة منهم تكون شاربة تماما من التتبيلة، وهتسيبيهم في التتبيلة ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، حسب وقتك انتي. وبعدين طاسة على النار مش هضيف لها اي حاجة خالص، وده اول حاجة. تاني حاجة هوريكم هعمل ايه. وهسيبها تسخن تماما على نار عالية، وهبتدي ان انا انزل بالبانيه بتاعي، بس ما يكونش مليان من التتبيله عشان ما تتحرقش معايا في الطاسه وتبتدي ان هي تتلسع وتعمل ريحه مش حلوه. طبعا النار عاليه والطاسه سخنه جدا، فاول ما بنزل بالقطع بتاعتي بتبتدي ان هي تاخد الصدمه واللون على طول. بقلبها على طول على الوش التاني علشان تاخد معايا نفس الصدمه واللون من الناحيتين. وبعدين بقى بهدي النار وبغطي الطاسة بتاعتي علشان يستوي معايا وياخد اللون اللي انا عايزاه. اول ما ياخد اللون من الجهة اقلبه على الجهة التانية عشان ياخد نفس اللون. تاني حاجة بقى ممكن تحطوا زبدة او زيت، وهكذا هتكرروا نفس العملية، بس هنا ضفنا مادة دهنية. عندك الخيارين، وزي ما تحبي نفذي اللي انت عايزاه. اي حاجة هتعمليها ان شاء الله هتطلع حلوة قوي. واظن مفيش ابسط ولا اسهل من كده طريقة لشوي البانيه بتاعنا وتتبيلته. كل حاجة فيه منتهى الجمال، طعمه وريحته جميل منتهى الروعة، بدون ولا افتكاسات ولا حوارات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.